الو كابتن ابراهيم سعيد مع كابتن ابراهيم سعيد. سعداء ان حضرتك معايا في المكالمه ديت. كابتن سعيد، كابتن ابراهيم، اخر الاخبار وتقول لنا ايه اخر التوقيع ان شاء الله الرحمن والمفاوضات خلصت على ايه باذن الرحمن. بص يا ابو حميد، الاول طبعا انا شرفني ان انا دي اول مكالمه ما بيني وما بينكم، وطبعا موقع اتحاد موقع جماهيري، ودي حاجه تشرفني طبعا ان انا بقيت واحد منكم. انا لسه موقع مع مستر محمد مصلحي دلوقتي من حوالي ربع ساعه. والحمد لله. انا عايز اقول لك حاجه بجد، المفاوضات ما خدتش اكتر من 3 ايام. مستر محمد كان بيسالني هو في اليونان مكالمات على طول. بص انا اقول لك حاجه بصراحه، انا حسيت ان انا بكلم اخ كبير، وهو الراجل مقدر اسمي والحمد لله، مقدرني كلاعب. بص بعيد عن اي حاجه، انا طبعا يشرفني ان انا ابقى واحد من ضمن نادي الاتحاد ومن ضمن اللعيبه اللي هيلعبوا في نادي الاتحاد الموسم الجاي، ويشرفني ان انا اكون في وسطكم، واتمنى ان يا رب يكون قدم خير ليكم معاكم، واتمنى ان انا اعمل موسم كبير جدا مع نادي الاتحاد. ان نادي الاتحاد ليه اسمه وليه وضعه وليه جماهيريته، ودي من ضمن الاسباب اللي خلتني ان انا ما ارفضش خالص. اي حد بيتمنى ان يلعب في نادي الاتحاد. نادي الاتحاد ليه اسمه وليه جماهيريته، ومدينه جميله جدا، وانا من عشاق اسكندريه، وبصفه مستمره على طول متواجد في اسكندريه. شعب جميل جدا وجماهير محترمه، واتمنى يا رب ان يكون عامل التوفيق معايا، واتمنى ان الجماهير تقف معايا وتساندني وتساند اللعيبه اللي هتبقى متواجده، ونتمنى ان شاء الله وجودي يفيد الفرقه بشكل كبير جدا، ويرجع جماهير نادي الاتحاد بالشكل المحترم اللي الواحد متعود عليه وبشوفهم. ويا رب يعني انا بتمنى ان يكون عامل التوفيق معايا زي ما كنت نجحت مع النادي الاهلي ومع الزمالك ومع الاسماعيلي في الجماهيريه. اتمنى ان انا انجح جماهيريا مع جماهير نادي الاتحاد. ان جماهير نادي الاتحاد من الصعب جدا ان تحب لاعب، وانا عارف ان هم لو حبوني اتمنى ان انا اكون متواجد معاهم على طول، واتمنى ان يكون من افضل المواسم اللي ابراهيم سعيد ويعوضني من اللي فات. وبجد انا ان شاء الله باذن الله بوعدهم ان شاء الله هنجح معاهم، واحاول على قد ما اقدر ان انا ارفع اسم نادي الاتحاد، ان انا بنتمي لاسم نادي الاتحاد. والفانيلا نادي الاتحاد فانيلا كبيره جدا، لعب لها نجوم اتفاق حسن ووليد صلاح الدين ومحمد فاضل، مش عايز انسى، وحسن مصطفى. فاتمنى ان يكون بجد ادمكم خير عليا، وزي ما انا اتمنى ان يكون ليا ادم خير معاكم ان شاء الله، واتمنى ان احقق طموحي مع نادي الاتحاد وجماهيره باذن الله تعالى. كابتن ابراهيم، نقدر نعرف مده العدد دي يا كابتن؟ هو سنه، موسم واحد. واتمنى، عايز اقول لك حاجه والله مش مجامله، انا اتكلمت مع مستر محمد، قلت له يا مستر محمد انا متواجد معاكم، وان شاء الله لو ربنا وفقني معاكم ونجحت معاكم واتبسطت وحسيت ان فعلا جماهير نادي الاتحاد بتحب ابراهيم سعيد ونجحت معاكم، ليه لا ما بقاش موجود معاكم بجد يعني. واتمنى ان انا انجح واتواصل معاكم يعني. اتمنى ان كل واحد طبعا زي ما انا عندي طموح ان انا عايز انجح مع نادي الاتحاد، اتمنى ان نادي الاتحاد بجماهيره الكبيره جدا في مصر كلها وفي الوطن العربي ان هي تساعدني على النجاح دوت. واتمنى ان بجد اضيف لنادي الاتحاد وجماهير نادي الاتحاد ان شاء الله يعني. كابتن ابراهيم، بتمنى حضرتك الاداء الطيب ان شاء الله مع نادي الاتحاد والعوده لمنتخب مصر ترجع لنا كابتن ابراهيم سعيد 2006. انا هقول لك على حاجه، تركيزي مع نادي الاتحاد ومع جماهير نادي الاتحاد ومع اسم نادي الاتحاد هو اللي هيرجع ابراهيم سعيد تاني، وانا عندي هدف واحد ان ارجع ابراهيم سعيد تاني اللي مصر كلها تتكلم عليه. وان شاء الله باذن الله نادي الاتحاد هيخلي ابراهيم سعيد يرجع تاني، ودي فعلا دي البدايه الحقيقيه لابراهيم سعيد، لان خلاص بقى الواحد الفتره اللي فاتت ديت باخفاقاتها بالظروف اللي قابلتني بالحوارات اللي حصلت حواليا، انا بحس ناس محترمه غير بتفهم في الكوره كويس قوي. انا عايز انجح، ده اللي انا اقدر اتكلم فيه. انا جاي نادي الاتحاد عشان انجح مع نادي الاتحاد، نادي الاتحاد ينجحني، والجماهير هي اللي هتبقى العامل الاساسي في نجاحي مع نادي الاتحاد. ان شاء الله كابتن ابراهيم، بنتمنى لك دوام النجاح ان شاء الله الرحمن دايما، وبشكر حضرتك جدا وسعداء بتواجدك ان شاء الله الرحمن معانا في الاتحاد السكندري، وموقع اتحاد الكوم دايما تكون متواصل معانا كابتن. وعايز اقول لك حاجه، دي حاجه سعداني جدا وخلاني متفائل معاكم ان رقم 4 هيرجع لابراهيم سعيد تاني ان شاء الله الرحمن، ومبروك. وده الرقم بتاع نجاحي، وان شاء الله باذن الله بفانيله نادي الاتحاد وبالرقم بتاع رقم 4 تاني اللي هو رجع لي، هيديني دافع كبير جدا ان انا ارجع تاني واكسر الدنيا تاني، واوعد كل الجماهير ان شاء الله باذن الله
كل مباريات نادي الاتحاد ان الجماهير هتبقى متواجده معانا وهيشجعوه وهيساندونا باذن الله. ان شاء الله. شكرا ليك كابتن ابراهيم. بس يا ابو حميد وتؤمرني تحت امرك. كابتن ابراهيم